سنة 1919 تكتشف بنواحي مدينة سيدي قاسم أول بئر بترولي، ماشي غير في المغرب بل في كل العالم العربي. والأهمية ديال هذا البئر قام المغفور الله السلطان محمد الخامس بتأسيس الشركة الشريفة للبترول سنة 1929، ومن بعدها بسنوات تم اكتشاف بئر بترولي آخر في نفس المنطقة. وبعد نفاذ مخزون الحقول بدأت الشركة الشريفة للبترول في استيراد البترول الخام من الخارج ابتداء من سنة 1951 وتكريره بالمصفاة. لكن بفعل مشاكل عدم مواكبة الشركة للتطور الحاصل في ميدان التكرير توقفت المصفاة سنة 1997. في هذا الفيديو غادي نتعرفوا على شكون كان السبب في أزمة توقف مصفاة التكرير، وكذلك علاش الدولة رفضت مجموعة من عروض الشراء من شركات أجنبية. فابقوا معنا وتابعوا الفيديو حتى الأخير، وما تنسوش الاشتراك في القناة باش تشجعونا في طرح مواضيع أخرى إن شاء الله. على بركة الله نبداو بالموضوع ديالنا ديال اليوم. كيف ما قلنا قبل أن المصفاة توقفت سنة 1997، وهي السنة نفسها اللي عرفت خوصصت الشركة اللي البيع ديالها مرت في ظروف غريبة، بحيث أنها تباعت بثمن بخس اللي كيتقدر ب 400 مليون دولار، وبتحويل 67% من الأسهم ديالها إلى شركة كورال السعودية المملوكة للملياردير السعودي العمودي، رغم أنه كانت هناك شركة بديلة بغات تشريها بأكثر من مليار دولار. ومن بعدها عادت الشركة للحياة وبدات كتستورد النفط الخام وكتقوم بالتكرير ديالو والبيع ديالو لشركات التوزيع. الغريب في الأمر أن ذاك الوزير الخوصصة اللي باع المصفاة هو اللي ولا من بعد عامين الرئيس ديال المصفاة. فهنا كنهضروا على تضارب المصالح. حتى العمودي اللي كان واعد بأنه غادي يدير استثمارات بقيمة 6 مليار درهم في تطوير المصفاة والزيادة ديال القدرة التخزينية، ما دارش هادشي كامل وبدا كيشري في الأراضي والعمارات والفنادق. كما أن الشركة كانت كتحتكر بموجب عقد مع الدولة لمدة 7 سنوات تكرير النفط والبيع ديال المشتقات ديال البترول لشركة التوزيع. سنة 2002 وقع حريق وتوقفات المصفاة لأشهر، خلالها تدخلت الدولة وقررت أن ذاك الاحتكار ما يبقاش، وأنه يمكن لشركات أخرى استيراد المحروقات من الخارج مباشرة. من بعدها رجعت الأمور مزيانة في المصفاة وعودوا سناو عقد آخر جديد مع الدولة بغرض الاحتكار، وأنهم غادي يستثمروا 600 مليون دولار أخرى. لكن الغريب أنهم فعلا استثمروا فلوس كثيرة، لكن كلها من ديون من أبناك داخلية، أي أنه ما دخلوش فلوس من برا باش يستثمروها في هذه المصفاة والتطوير ديالها. كذلك أنه كانت كتقوم بتكرير أكثر من 200 ألف برميل يوميا. من بعد دخلت شركات التوزيع في صراع كبير مع مصفاة لاسامير اللي بغات أنه لاسامير ما تبقاش تحتكر بوحدها تكرير وبيع مشتقات البترول داخليا. فعلا بدأت شركة التوزيع باستيراد 30 إلى 40% من المحروقات من الخارج، وجات الأزمة ديال 2008 اللي تضررت منها لاسامير بشكل كبير. زيد على هذا أن لاسامير كانت ما كتخلصش الضرائب للدولة اللي كانت كتقدر بأكثر من 13 مليار درهم. من 2008 إلى 2013 ناضت حرب لوبيات حقيقية بين لاسامير وشركة التوزيع من جديد. هادشي بفعل واحد اللوبي اللي معروف في الساحة الطاقية ديال المملكة المغربية، واللي غادي وكيتقوى وكيزيد في الأرباح ديالو. جات 2015 المصفاة دارت فايت وخلات ديون كتعدى 40 مليار درهم، وفي نفس الوقت الدولة قامت بتحرير أسعار المحروقات اللي كان كيكلف الدولة أموال هامة. هذا كان في صالح شركات ولوبيات الطاقة بالمغرب، والدولة فعلا تنفسات الميزانية ديالها. مهم بدات الأرباح كتكبر عند شركات التوزيع. في الجانب الآخر القضية ديال لاسامير كتحوم حولها غموض كبيرة ليومنا هذا، لأنه جات عروض شراء من شركات أجنبية عملاقة، أكثر من 30 شركة، ولكن تم الرفض
ديالهم كاملين. اليوم المغرب بحاجة لمصفات تكرير البترول، والأزمات اللي كيشهدها العالم اليوم أكبر دليل على هذه الحاجة الملحة لإعادة المصفات للعمل لضمان الأمن الطاقي للمملكة. كانت في السابق وعود من شركات التوزيع أنها تصاوب خزانات كتضمن 60 إلى 70 يوم من الحاجيات الضرورية من مشتقات البترول، إلا أنه معظم الشركات ما وفاتش بالعهود ديالها. لكن هاد الشركات الهم الأكبر ديالهم هو الربح السريع والاغتناء اللي كنلاحظوه اليوم، والمواطن هو اللي كيخلص هاد الارتفاع الصاروخي في الأسعار. هذه هي لا فيديو ديال اليوم، كنشكركم على المتابعة. إلى موضوع آخر.